السلام عليكم اخواتي المشاهدين في كل مكان. مبدئيا كده انا عايز اعرفك انا مين وبلخص ايه وايه الفايده اللي هديها لك من الفيلم اللي هتشاهده. اول حاجه معاك اخوك يوسف، وانا بلخص افلام على القناه دي بس ومفيش اي ليه قناه تانية. اما تاني حاجه بقى وان انا مش هخليك تستمتع بمشاهده افلام وخلاص، لا لا لا، ده انا كمان هخليك تاخد فكره من كل فيلم انت بتشاهده، وفكره ممكن تغير طريقه تفكيرك للاحسن او حتى ممكن تاخد عبره، او لو ما خدتش خالص هتاخد مشاهده ممتعه. وعشان ما نطولش عليكم اكتر من كده خلينا نبدا فيلم. بيبدا الفيلم بصاحبنا كريس وهو بيوصل ابنه الحضانه وبيودعه وبيقول لعامل النظافه: وانت مش ناوي انت شو الكلام البذيء ده؟ هتعلموا العيال ايه ولا ايه؟ وبيسيبه وبيمشي وبيروح عشان يبيع الجهاز اللي هو شايله 24 ساعه في 24 ساعه. بيعدي على اول مستشفى ولكن ما بيلاقيش اي حد، وبيعدي على التانية وبرضه بيلاقيه بيطرده، فبيعدي على التالت بيقول له لا والله الجهاز ده غالي وما احناش محتاجينه. وعشان تفهم بس حاجه عزيزي المشاهد، تعالى نرجع للزمن دقيقتين. بنشوف بطلنا وهو بينقل الاجهزه ديت هو وحبيبته ليندي، وكانوا ناقلين كده لسكن جديد والدنيا ماشيه تمام تمام. شفت بقى الاجهزه اللي ورا منهم ده عزيزي المشاهد؟ او صاحبنا بقى اغتنم كل فلوس حياته فيها، ولكن زي ما انت عارف الدنيا ما بتمشيش زي ما انت مخطط لها، والدنيا اتدهورت وبقى على الاقل لازم يبيع جهاز واحد عشان يجيب ايجار الشقه او حتى يجيب مصاريف الشهر كله. تمام تمام. تعال نرجع بقى ايه للحاضر. بنشوف بطلنا وهو برضه جاي طالع من عند المستشفى، اخر ما بيتعب خالص بيروح البيت. بيقول لي انت ايه الاخبار؟ بتقول له زي الزفت والطين، الايجارات عايزه تندفع ومفيش فلوس. هتجيب فلوس منين؟ بيقول لها خلاص اجليها بس كمان. بتقول له احنا بقالنا 4 اشهر ما اجلنا، مش ناوي تدفع بقى؟ بقول له ولا تبيع حتى جهاز ما بحتش بقالك 4 اشهر. بقول لها طب انا هعمل ايه يعني؟ والله انا بحاول مفيش، كل مره على المستشفى يفكروا جهاز رفاهيه ما بعرفش بيهم. فبتقول له تمام ماشي. وبيعدي عليهم اول يوم وصاحبنا برضو بياخد ابنه كريستوفر بيوصله الحضانه وبيودعه وبيركب الاتوبيس، فبيلاقي واحد مشرط جاي له وبيقول له اوبا يابا آلة الزمن، انت رجعت بالزمن ولا اصلا الحاجه يا جدعان؟ فبيقول له عم استهدى بالله وانا احلها منك ولا من كتر الراجل اللي عنده شعر اللي بيهرش فيه. في اخر ما بيزهق منهم بينزل عشان يشوف الدنيا فيها ايه، وبالصدفه بينزل قدام واحد عنده عربيه، فبيساله بيقول له على العدم اللي مؤاخذه يعني انت شغال عشان تجيب العربيه دي؟ بيقول له بص يا ابني انا شغال سمسار بورصه. بيقول له طبعا لازم تكون في جامعه عشان تدخل البورصه دي. بيقول له لا انت مفكر غلط، ده كل الحكايه انك لازم تكون شاطر في الحسابات وشاطر في اقناع العملاء بس. بيقول له طب اخش ازاي؟ بيقول له بص سهل يا عم، احنا كل 6 اشهر بنجيبوا عميل من 20 عام، انت هتقدم وتعالى يا عم جرب يمكن تطلع واحد منهم. بيقول له شكرا. بيقول له طب اجرب فين ولا اقدم فين؟ بيقول له في مكتب التقديمات بتاع البورصه. بيقول له يا عم خلصانه. وطبعا بيرجع للبيت وبيحكي لزوجته ليندا اللي حصل معاه كله، وبتكون زوجته ليندا جايبه كده لعبه صغيره لابنهم كريستوفر. بيقول لها يا شيخ عيب عليك بقى تجيبي لعبه زي دي، طب هو اصلا مش هعرف يحلها. بتقول له ده واحده صاحبتي جابتها لي فقلت اجيبها لها لابني. بيقول لها خلاص انا عارف انا هعمل ايه بكره. بتقول له هتعمل ايه؟ بيقول لها انا خلاص هقدم على ان انا هبقى عميل في البورصه. فبتقعد تتريق عليه وبتقول له طب ما كنت تبقى رائد فضاء احسن. فبيتضايق من الكلام اللي هي قالته، فبيروح يقعد قدام التلفزيون يهوي شويه، ولكن حتى التلفزيون مش مشغل معاه زي ما هو عايز. وفي الصباح الباكر تاني صاحبنا بينطلق عشان يجهز بقى في البورصه وكده، وفعلا بيروح عند الراجل وبيقول له السلام عليكم. قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول له عايز يقدم في البورصه يا صاحبي يا صاحبي. بيقول له يا عم خلصانه يا كريس انا هقدم لك عشان انا عارفك. بيقول له يا عم تسلم تسلم على دماغي وعلى راسي حبيبي اخويا. وبيسيبه وبيودعه وبيروح برضه على المستشفيات لعل وعسى حد يقبله، ولكن ما فيش فايده وما بيعرفش برضه يبيع اي جهاز. فبيعدي على مراته ليندا في الشغل فبقول لها صباح الفل يا مزمزين. تقول له صباح العسل. بقول لها معلش بقى هتجيب ابننا من الحضانه الساعه 7 لاني مشغول بس ورايا مش شويه مشاوير. بتقول له ايه هو انت كل شويه بقى هتقول لي مشغول ومش مشغول؟ انا تعبت انا قرفانه مش عارف ايه. بقول لها معلش استحمليني والله الدنيا وحشه قوي. فبتقول له خلاص ماشي. وبيكون طبعا افتكر ان في ميعاد لازم يروح يقبله قبل ما يرجع طبعا. فبيقول لها بص انا هسيبك انا بقى واروح اشوف ايه مشاغل. وفعلا بيروح لصاحبنا جي اللي كان قبله بالسياره. بيكون لازم أن يدخل جوه الشركه ومش عايز يدخل بالجهاز اللي هو شايل. فبيلاقي واحده مشرده بقول لها يا مدام معلش بس خلي الجهاز ده انا دقيقه واحده دقيقه واحده واطلع، اصلا مش هتعرفي تبيعيه ولا تعملي فيه حاجه، فخليه جنبيكي هنا وانا هدخل على طول. بيسلها $1. اول ما بيدخل الشركه كده وبيتكلم مع جي وبيقول له بقول لك يا عم بالله عليك عايز بس منك 5 دقايق، بقى لي 6 اشهر 6 اشهر مستني عشان حد يبعت لي رساله فين. بقول له بس يا عم
عم شويه كده وابقى اكلمك. فقال له بس بالله عليك دقيقه. بقول له بقى ماشي ماشي ماشي. هو بقول له خلاص ابقى اكلمك بعدين. صاحبنا بيطلع من هنا بيلاقي المشرده واخده الجهاز وقاعده تجري من هنا. بقول لها استني وربنا ما هسيبك، وافضل يجري وراها ولكن بدون اي فائده، لحد ما هي بتركب قطر وبتخلع عنه. فهو يعني بيبقى واقف كده وبيشد في شعره وبيقول اعمل ايه، راح ابيع جهاز ارجع من غير جهاز. فبيروح للبيت وهو كل يأس وحزن. ومراته بتقول له جرى يا عم في ايه بس، انت مالك عامل زي القطه اللي بتشخ عظم كده ليه؟ بقول لها ما انت مش عارفه اللي حصل معايا، انا ضاع مني جهاز. تقول له يا عم فداك بكره يا ربنا يحلها. وفي الصباح الباكر بيودع صاحبنا كريستوفر مامته. فبتقول ليندي لجوزها ببص بقى بتعالى بتعالى بقى من غير الجهاز ده كمان، تتريق عليه يعني. فبقول لها ماشي. فهم ماشيين هما الاثنين. بيقول له كريستوفر قال لها يعني ايه معنى ان هي بتقول له يا عم ما تشغلش بالك ده كلام كبار، امك بتتريق عليها ولا؟ بيقول له ماشي ماشي. فبيروح هو ويوصلها على الحضانه وبيرجع هو تاني عشان يكمل ايه ان هو تدوير. ولكن كالعاده ما بيلاقيش حاجه. ولكن حظه الحلو وهو ماشي بالصدفه بيلاقي الشحاته اللي سرقت منه الجهاز هي وزوجها. فبقول لهم وربنا ما هسيبكم. فبيطلع قاعد على اخره انت يا بنت انت ده هتاخد الجهاز ياض. ولكن مش معبرين هو واخدينها جري لحد ما الاثنين ركبوا اتوبيس فهو ركب معاه. فبيروح للشحاته بيقول هات هتفضل طول حياتكم كده، هات يا عم الله. وبياخدهم من هنا وبيروح عشان يجيب ابننا كريستوفر. اول ما بيجيبوا فكريستوفر بيقول له الله انت مش المفروض تبيع جهاز رجعت لنا باتنين يعني. بقول له لا يا ابني ده كانوا شويه حاجات كده وجبت يعني الجهاز وكده. بقول له خلاص ماشي. فبيرجع على البيت ومراته بتقول له ما شاء الله راح عشان تبيع واحد تجيب لنا اتنين كمان شويه تجيب لنا ثلاثه. وفي يا عم مش ناوي تبيع واحد بقى؟ الايجارات بدات تتلتل والدنيا بدات تبقى. بقول لها ما انا بحاول على قد ما اقدر يا ليندي ان انا اغير من حياتك واغير من حياه ابننا. انا حتى بقدم في البورصه، بحاول على قد ما يمكن اقدر ان انا اغير عيلتنا حتى ان انا عايشك في حته امان. ولكن هي اصلا مش معبره في اي كلمه هو قالها. وبطلنا ما بيلاقيش حاجه كمان وبيروح يترزع جنبيها. وبيبقوا هما الاتنين نايمين وبيجوا الصبح وكل واحد بيروح على شغله. وبطن بيكمل تدوير زي ما هو كالمعتاد كل يوم زي اي يوم. ولكن بالنبادي بيقرر ان هو يستنى صاحبنا جاي لحد ما يطلع من الشركه اللي هي بتاعه البورصه. فبيستناه بره لحد ما فعلا جاي بيطلع ويكون مستعجل وعايز يركب الاوبر اللي قدام. فصاحبنا كريس بيعزم عليه ان هما الاثنين يحاسبوا الاوبر ده بالنص وهو يا عم انت هتستفاد يعني كده. فبيوافق والاثنين هما ماشيين. بطلنا بيفضل يحكي له عن حاجات ياما ولكن ده مش معبره باي حاجه. باصص للمكعب اللي هو فيه. فبطلنا بيقول له بقول لك ايه ما تجيب المكعب ده وانا احله لك. بيقول له بس هاته بس على شرط بقى عايز اقابلك خمسة اكلمك فيه. بيقول له يا عم وانا موافق. بيديله فعلا المكعب وبيقعد بطلنا يحل فيه لحد ما بيوصلوا لاخر المواصله بتاعتهم. وفعلا بطلنا بيكون حل المكعب. حتى السواق بيبقى مستغرب واصص لانه كمان عزيز المشاهد كان عنده مكعب وقاعد يعمل فيه ومش على الطريق وبينزل جاي وجاي بيمشي ولكن ما بيكونش بحاسب على حاجه. بطلنا بيقول للسواق ارجع بقى عجله خطوتين كده في الشارع العرب. بيقول له تمام. بياخده وبيرجع ورا. وبطلنا بيبص في المحفظه بتاعته بيلاقي ان هي فيها سنتات كده على قد عزيز المشاهد. هو السواق بيبص عليه وبيلاحظ ان في حاجه غريبه. فطلنا بقول له بس هنا كده فعلا بينزل وبياخد الجهاز وبيفل عزيز المشاهد بياخدها جري. السواق بيقول وربنا ما اسيبك يا حرام والله ما اسيبك. بيطير ما بقول له حلا هات ياض البتاع ياض. بيكون قصده من الناحيه الثانيه. ولكن بطلنا بينزل المترو على طول وحظه الحلو يكون الاطار فاضل له سنه وهيطلع. فبيركبه ولكن حظه الوحش ان كل جسمه بيخش الا ايده والجهاز اللي هو شايله. فبيفضل يعني متذنب على كده لحد ما الجهاز بيسيب منه وبيقع. وبيكون بقى مين اللي شافه عزيز المشاهد؟ ايوه المشرد اللي كان بيقول قال الذنب. بياخدها وبيمشي. وبطلنا يا عيني بيكون فاضل له شويه ويشد في شعره. بينزل من الاتوبيس فبيكون الدنيا بدات تمطر. فبيحط 2 جنيه كده عشان يكلم حبيبته ليندي. فبيكلمها وبيقول لها ايوه يا ليندي انت فين دلوقتي؟ جبت منين اهم حاجه لان النهارده اتاخرت بسبب شويه ظروف حصلت لي. ولكن هنا الصدمه. ليندي بتقول له انا سبت لك البيت ومشيت. يقول لها طب ليه انا عملت حاجه؟ بتقول له والله انا ما عدتش اطيق اعيش معاك في العيشه دي. انا ما عدتش سعيده خالص في حياتي. بقول لها طب وابن كريستوفر تسيبه لي هتختاري بقى انك انت تعيشي معايا انا وكريستوفر يا اما تمشي من غير كريستوفر؟ بتقول له خلاص انا هاخد كريستوفر يعيش معايا النهارده واوديه الحضانه وبعد كده ابقى خده. فيعني بيبقى متعصب على اخره وبياخدها جري لحد ما بيوصل للبيت. وحظه الحلو انه برضك ما بيلاقيها. فبيرن التليفون اللي عنده وبيتكلم وبيقول ايوه مين؟ بتقول له بيقول له اللي كلمه انت كريستوفر؟ بيقول له انا كريستوفر. بيقول له خلاص انت اتقبلت من ضمن ال20 واحد اللي هيخش
التجربه ان هم يبقوا واحد. فبتقول له انت جاهز عشان تكتب الارقام؟ بيقول لها ايوه دقيقه واحده بس كده، وبيكون السلك يعني قصير لانه مش لاقي قلم. فبقول لها خلاص قولي، وبيكون بيحاول قد ما يقدر يحفظ ال 12 رقم اللي اتكتب، وبياخدها جري لتحت عشان يروح عند اي سوبر ماركت ياخد منه القلم ويكتبه. فبيجي واحد صاحب غلس بيقول له يا عم يا اسطى يا اسطى مش شفت الماتش بتاع امبارح؟ طب شفت مش عارف ايه. وصاحبنا ده مش مركز معاه خالص، يا دوبك بيكتب الارقام من هنا. بقول له فين ال 15 دولار اللي عليك؟ بقول له يا عم ده 14 يعني هجيبهم لك. بقول له تمام ماشي. وبيروح عند حبيبته ليندي في الشغل عشان يعرف هي ليه سابته في اكتر وقت وهو محتاجها فيه. فبيروح عندها هناك وبقول لها ليه عايزه تسيبيني؟ انت عارفه ظروفي، انت عارفه ان انا اكتر وقت محتاجك فيه، انت عارفه ان ابننا ده اكتر وقت محتاجك فيه. ولكن هي بتقول له انا ما عدتش عايز اعيش معاه. وفعلا بتسيبه وتمشي وبقول لها خلاص وياك ترجعي هنا تاني. وطلنا بيسيبها وبيروح لكريستوفر عشان يشوفه. وفعلا بيشوفه وبيقول كريستوفر لابوه قال ماما ليه ما جاتش خدتني؟ بيقول له لا يا عم عادي كل شيء يبقى بس على مرام. تعالى بيقول لك كانت قايله لي ان هي اللي هتيجي تاخد النهارده. قال له بس تعالى نروحوا الاول. بيروحوا هما الاثنين، ابوه بيعمل له شويه اكل كده والواد يعني بيفضل ياكل من كتر تعب الواد بياكل وهو كان قاعد ينام. فبينام وبطلنا بيروح قدام التلفزيون بيفضل قاعد يفكر